السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تمام. من كام يوم نزلت بوست على الفيسبوك كنا بنتكلم فيه ازاي اللي احنا قدرنا في خلال 6 شهور نحقق الحمد لله أكتر من ربع مليون ريال من التجارة الإلكترونية في السوق السعودي. ولقيت ناس الصراحة كتيرة جدا مهتمية عايزة تعرف أكتر عن الموضوع وازاي يبتدوا هما كمان. أنا ليا ناس كتيرة حبايبي يعني واخواتي عايشين في السعودية، نفسهم يعملوا شغل جانبي أو يستفيدوا بوقتهم هناك إنهم يبتدوا يشتغلوا يعني في التجارة الإلكترونية، وخصوصا السوق السعودي من أقوى الماركتس يعني موجودة في العالم دلوقتي، علشان يعني عدة عوامل أهمها طبعا عدد السكان كويس والبurchasing باور كويسه، ويعتبر هو ماركت جديد في الاي كوميرس، ففي بوتنشال كويس جدا. فقلنا ان شاء الله في الفيديو ده نشرح كل حاجه، ازاي تبتدي تجيب منتجات سواء من الصين اي دوله او من اللوكال ماركت في السعوديه نفسها، وازاي تبتدي تتعامل مع الشركات هناك اللي هتخزن المنتجات وشركات الشحن، وازاي تحصل الفلوس. وطبعا كل ده ممكن تعمله سواء انت هناك في السعوديه او في مصر او في اي حته في العالم يعني. فان شاء الله الفيديو ده هشرح فيه كل حاجه، وهشرح ازاي احنا عملنا الارقام دي، وهقول كمان مين الشركات او الاشخاص اللي بنشتغل معاهم. ان شاء الله تستفيدوا من الفيديو ده وطبعا قولوا لي اي حاجه لو بعد ما نخلص الفيديو، يعني لو محتاجين اي استفسارات او اي حاجه ابعتوا لي على طول وانا هرد عليكم. طيب ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح كذا حاجه، طبعا بشكل مختصر جدا. وبعد كده لو حد محتاج اي حاجه زي ما قلت يبعت لي، او بقى اليوتيوب موجود فيه شرح لكل حاجه. فاحنا هنبتدي نتكلم عن البرودكت ريسيرش، ازاي ننقي منتج اصلا، وليه المنتج ده بالذات اللي هنختاره ونشتغل عليه. بعد كده لو لقينا منتج ازاي هنعمل له سورسنج. طبعا الفيديو ده اكتر الناس اللي هي في السعوديه، هقول على اماكن المنتجات اللي هي اماكن الجمله هناك، خاصه في جده عشان ده المكان اللي انا روحته شخصيا يعني شفته عامل ازاي. وبعد كده هنتكلم بعد ما نلاقي المنتج هنخزنه فين، الوير هاوسنج بتاعه او الستوك عموما هيتشال فين في السعوديه. بعد كده هنتكلم الاوردر فولفيلمنت، يعني خلاص انت جبت المنتج وخزنته في المخزن، بعد كده جالك اوردرات هتعملها فولفيلمنت ازاي، هتطلعها ازاي، هتشحنها ازاي، الريتيرن هيجي لك ازاي. هنتكلم في النقطه دي برضو. بعد كده بقى هندخل على حتة الستور أو لاندنج بيج كرييشن، اللي هو الموقع اللي أنت هتعرض عليه أو البيج اللي أنت هتعرض عليها المنتج، بتعملها إزاي وأنهي تول بنستخدمها. بعد كده هنتكلم على الكرياتيف كرييشن، إزاي بقى تعمل الفيديوهات والصور، أو إزاي تجيب فيديوهات وصور وتعدل عليها وتبتدي كده تشتغل عليها. طبعا بعد كده الاد كرييشن، الإعلانات نفسها تعملها فين، سواء على سناب شات أو تيك توك ادز أو فيسبوك ادز أو وات ايفر يعني. اخر حاجه هنتكلم على البروفيت اند لوس كالكوليشنز، ازاي اصلا تعمل كالكوليشن بريدكشن اللي انت تعرف اذا كان البرودكت ده هيبقى كويس معاك ولا لا، وبعد كده ازاي تعرف اذا كنت انت اصلا كسبان ولا خسران من المنتج. فخلينا في الاول خالص نتكلم على البرودكت ريسيرش. طيب دلوقتي اول حاجه هنتكلم عليها البرودكت ريسيرش، ازاي ننقي منتج نشتغل عليه. انا كنت عامل فيديو قبل كده بس اتكلم اكتر على كيس ستادي كنا عاملينها في الكويت، رفعت الفيديو على اليوتيوب كنت بشرح كل حاجه، دخلته عندي على الشانل هتلاقوا بداية شرح مبسط كده لحته منه. خليه هو الادز. هنا هنكتب بقى كلام مثلا بحيث يظهر لنا بس الاعلانات. خلينا نقول مثلا world wide shipping search. مهم بقى هنا جدا اللي احنا نعمل فلترز عشان نجيب الادز اللي هي الاكتف بس. خلينا نجيب فيديوز ونخلي الادز اكتف. والنقطة هنا دي بقى مهمة جدا، نخليها مثلا نشتغل شهرين. إعلان يكون شغال مثلا ابتدى من الفترة من 1 إبريل ل 30 إبريل ولسه شغال لحد دلوقتي. طب ده معناه إيه؟ إعلان بقاله تقريبا أكتر من شهرين أو 3 شغال ما وقفش، يعني معنى كده إن صاحب الإعلان ده بيدفع كل يوم عليه فلوس. فمفيش حد هيدفع فلوس على إعلان غير لما يكون بيجيب له ريفينيو أو بيكسب منه. هنعمل أبلاي ونبتدي بقى نجو ثرو كده الأدز الموجودة ونشوف لو في حاجة شدت. هنا في أدز كتير، في حاجات يعني أنا مش بفضل طبعا حاجة ليها دعوة بالفاشن خالص في الأول. نشوف إيه بقى. خلينا نفضل ننزل لحد ما نلاقي حاجة تشد انتباهنا. للأسف ظهر دلوقتي حاجات ليها دعوة بالساعات في الساعات. مثلا خلينا نشوف البرودكت ده كويس بس حجمه كبير، فخلينا نبعد عن الحاجات اللي حجمها كبير في الأول.
هنا عجبنا مثلا المنتج ده، خلينا نشوف اللاندنج بيج بتاعتهم او الويب سايت اللي هم، هنا اسمه ايه، خلينا نشوف بالايمج. طيب الخطوه اللي بعد كده انت لقيته. ماشي، هي كانت الفكرة مبسطة اللي احنا كنا بندخل على الاد لايبرري بتاع نشوف المنتجات اللي عليها. يعني احنا هناك اخترنا مثلا أمريكا، وبعد كده بنختار نبتدي نكتب كلمات United States والادز. هنا مثلا كلمة فري يظهر لنا طبعا منتجات كتيرة قوي، نقعد طبعا نقعد كلمات هنا ونحاول نعمل الادز اللي هي شغالة بقالها فترة كبيرة أكتر من شهر. بالتالي لو حاجة بقالها أكتر من شهر وشغالة يبقى معنى كده برودكت جامد، فاحنا نبتدي بقى نشوف المنتج ده هل ينفع نجيبه فعلا. أيوه. طيب لو أنت موجود في السعودية وعايز تقتصر على نفسك موضوع وخصوصا في جدة، أنا في الرياض مش عارف، تقريبا في الرياض بطحاء أو حاجة زي كده، بس طبعا الأساس بيبقى في جد جملة. وأنا رحت لما رحت هناك بنفسي، يعني الصراحة كل حاجة أسعار. حتى أنا لما رحت هناك للأسف كان في فيديو مصور أنا هناك، بس ما الفيديو اتمسح. يعني أنا مصور كذا صورة تقريبا، ده منتج كان موجود هناك. طبعا لو عايزين تعرف اسمه، ده كان محل كبير جدا واخد براند اسمه دينك. بقول لكم أنا دخلت جوه المحل ده لقيته طبعا عنده كل المنتجات شغالة كويس بره. فدخلت اتكلمت مع الراجل قلت له والله أنا عندي إيه. راح قال لي طلع هو عندهم الويب سايت بتاعهم اسمه بوكس أصفر. آه، ده بتدخل عليه بتنقي المنتج اللي انت عايزه وبتبعت لهم، هم مستوردين وهم تقريبا بيقولوا البراند بتاع كده. فبالتالي بيبقى عندهم اسعار كويسه جدا، تاخد منهم الاسعار، وفي حاجه عجبتك انت ممكن تاخد منهم كميه يعني وتوديها على المخازن اللي احنا هنشرح ازاي. خلينا مثلا فور اكزامبل انت رحت هناك في جده ودخلت اللي رحت جايب، رحت محل اللي بتاع بوكس اصفر ده ولقيت المنتج ده طبعا بيبيع كويس جدا، شنطه معدات متكامله فيها كل حاجه. هما بيبيعوه ب 200 ريال. هما عشان هما المستوردين فبيبيعوه بالسعر ده، انت ممكن تبيعه عادي خلاص ب 300 ريال وهيتباع كويس، وخصوصا اللي هو منتج الكواليتي بتاعته كويسة وبيحل مشكلة جامدة. وفي وتقدر تشتغل عليه جامد يعني. فليتس سي انت لو انت في السعودية ممكن تاخد منهم كمية. لو انت مش في السعودية ممكن تعمل ايه لو انت عايز منتج زي ده عايز تجيبه من الصين. هتقوم رايح على علي بابا، تقوم رافع الصورة على، فنفس المنتج ده هتلاقيه موجود على علي بابا طبعا بأسعار بقى متفاوتة. يعني هنا المتوسط $30، بس انت لما تيجي تبتدي تتكلم معاهم ممكن تقللها طبعا. تقول لهم هنا سند انكوايري وتقول لهم انت عايز. طيب خلاص انت نقيت المنتج وعايز تشتغل عليه او عايز يعني تجيبه بقى في السعودية، هتعمل ايه؟ كده هننتقل في شركة في السعودية اسمها سلاسة. سلاسة دي بتعمل ايه؟ سلاسة دي تقريبا اكبر فولفيلمنت سنتر هناك. يعني ايه فولفيلمنت سنتر؟ فولفيلمنت سنتر يعني مخازن كبيرة بتخزن فيها البضاعة بتاعتك، وهم بيعملوا فولفيلمنت على طول. يعني هم بيعملوا الباكجينج للاوردرات في نفس الوقت. بتعمل دي شغال معاهم بقالي فترة كبيرة. الاكونت مانجر هناك شخص محترم، لينك البروفايل بتاعه اللي عايز يشتغل معاهم يبعت له قول له هو جاي تبعي والله، هو هيساعد يفتح اكونت، هيحل دماغك خالص الوجع الدماغ بتاع الفولفيلمنت وكل حاجة خاصة بالاوردرات. بعد ما بتبتدي تبيع اللي انت عايز توصل دماغك المشكلة دي. طبعا اسعار احسن اسعار بسرعة، وبيعملوا كاش كوليكشن وبيعملوا كل حاجة سلاسة. دي اللي هي هنعمل عن طريقها بعد كده الستوك وير هاوسنج. بعد كده هم بقى زي ما قلنا هم بيعملوا اوردر فولفيلمنت. طب هيتعمل ازاي؟ انت هتعمل لاندنج بيج او هتعمل موقع اللي انت تشتغل من عليه. وبعد كده لما يجي لك اوردرات، يا اما في دايركت انتجريشن ما بين، لو انت عامل على شوبيفاي اي بلاتفورم تاني، انتجريشن ما بين شوبيفاي وما بين سلاسه. طيب لو انت تستخدم اي سولوشن ممكن عن طريق جوجل شيتس ترفع الاوردرات. الموضوع بيبقى سهل يعني. طيب كده يبقى اتكلمنا على الاوردر. دلوقتي بقى هنتكلم على الستور واللاندنج بيج. انا في الكيس ستادي دي انا كنت استخدمت لايت فانل. ده له مميزات وده له مميزات، بس انا نصيحتي لو حد يبتدي بلايت فانل. لايت فانلز ميزتها انها بسهوله جدا تقدر تعمل لاندنج بيج. انا برضو في الفيديو اللي انا كنت عامله كنت هتكلم يعني ازاي نعمل لاندنج حته منه كده. منتهى السهولة، فيرجن البيت فيها بتعملها بسهولة جدا. خلينا كده ندخل عن طريقة عملها بقى احنا جوه بالظبط. خلينا نعمل نيو فانل. هنا في تمبلز كتيرة جدا طبعا، خلينا نختار أكتر واحدة يعني تكون خفيفة وسهلة. دي مثلا نختار العربي. ماشي، أنا مش هعمل يعني فانل أو لاندنج بيج دلوقتي، بس أنا بوريك بس الفكرة بتبقى عاملة إزاي. في الآخر بتبقى لاندنج بيج شكلها عامل زي يوسف برودكت ده، بالبرودكت
اللي هو اللي احنا مختارينه، بس يبقى عندنا الموقع او الحاجه لما الكاستمر يبقى عايز يشتري بيدوس هنا اشتري الان، بيكتب بياناته هنا وبيعمل تأكيد. بعد ما بيعمل تأكيد الطلب بنروح على اللوجستيو ونحط الاوردر ده في اللوجستيو، او بيبقى في انتجريشن ما بين لايف فانل واللوجستيو. وانس بقى الاوردر بيروح هناك ليهم للشركه لللوجستي، وهم بيتصلوا بيه وبيأكدوا الاوردر. لو اتأكد خلاص بيشحنوه مع شركة الشحن، وبيوصل في خلال كام يوم. بعد ما ياخدوا الفلوس من الكاستمر بيحولوا لنا بقى الفلوس. هم عندهم طرق دفع مرنة جدا، يعني ممكن أسبوع، يعني مرة كل أسبوع أو مرة أو مرتين في الأسبوع، فكويسين جدا في الموضوع. بس كده. طيب ده بالنسبة لللايت فانلز، هو استخدامه بيبقى بسيط جدا، مش محتاج ان انت تبقى عارف، ده يعتبر كله تراك. فادخل كده سجل عليه، وهو عنده بلان، عندهم فري ترايل، وعندهم بلانز كتيرة بتبتدي من شهر. ورني يعني دلوقتي دخلوا الاي اي في كل حاجة. بالنسبة كريتيف زي كرييشن، احنا قلنا let's say مثلا، خلينا نقول خلاص احنا لقينا المنتج ده اللي احنا هنشتغل عليه، هناخد اسمه مثلا، ناخد اي حاجة باور تولز كومبو، نروح على الاد لايبرري زي، او مثلا ممكن نروح على، لقينا الشنطه، اللي هنا هي الشنطه اهي، بغض النظر بقى عن نفس البراند ولا لا. بس الفكره المبسطه ايه، خلاص لقينا برودكت، هنقعد ندور. طبعا انا بدي فور اكزامبل بس، لكن احنا هنقعد ندور على نفس البرودكت. هناخد نفس الفيديو ده نعمله داونلود. بعد كده هنروح على كانفا، هنقعد نعدل عليه شويه، نكتب سبتايتلز بالعربي، او ممكن نعمل فويس اوفر ونعمل ادز. يعني المفروض نعمل على الاقل 3 ادز نجربهم على. طب احنا بنعدل ازاي على كانفا؟ برضو لو رجعنا للفيديو اللي انا كنت عامله هشارح صورة ونشوف. في بالتالي نعمل الإعلانات على تيك توك أدز على فيسبوك، بس الأقوى طبعا سناب شات. وبقى هنعمل إيديت بسيط جدا على الفيديو ده بحيث إيه يتماشى يعني معانا. هو الفيديو ده شرح بسيط بس بطريقة الشغل، لكن طبعا في حاجات مور أدفانس نتكلم عليها في هنا لما يفتح هنعمل أبلود للفيديو. هنحط مثلا في كلام بالإنجلش، ممكن بقى إيه نكتب نكتب بقى إيه الكلام ده كده مثلا نظام. طبعا انا بدي اكزامبل بس، لكن في الحقيقه الشغل المفروض يبقى احسن من كده. نكتب مثلا متوفر فين بقى آه، الشرح بس فويس اوفر اللي انت عايزه والفيديو. ممكن بقى هنا تكتب شرح بسيط للبرودكت او كده. هنعمل كده لكل الفيديوز اللي هنلاقيها، يعني خلينا نقول مثلا من 3 ل5 فيديوز مختلفة بالطريقة دي. نعمل شير، وبعد كده هنعمل كده ل5 فيديوهات اللي مختلفة. طيب دلوقتي احنا معانا البرودكت. بس فهي الفكرة، فكرة يعني ببساطة، بندخل على كانفا، نرفع الفيديوهات اللي احنا بنعمل يوتيوب للبرودكت، نعدل عليها، نكتب سبتايتلز بالعربي زي ما قلنا، او نعمل فويس اوفر، بالعربي، ونبتدي نستخدمها في طب الاعلانات بنعملها ازاي؟ السعودية يعني استخدمت تيك توك ادز، واستخدمت سناب شات ادز، او هم دول اقوى اتنين. طبعا سناب شات الكواليتي بتاعته اعلى، تيك توك ارخص. طبعا فتبقى اعلانات بسيطة جدا. بعد ما بتعمل لاند تور، بتاخد اليو ار ال بتاعه وتعمل اعلان على التيك توك. طب بتعملهم ازاي؟ هي دلوقتي الموضوع ما بقاش صعب زي زمان، عشان البلاتفورمز دي دلوقتي فيها دخلوا الاي اي بالالجوريثم بتاعهم، فهو بيعمل اوبتمايزيشن لوحده. فانت مش هيفلي هتبقى ريلايد على تارجت بالظبط وبريسايز تارجتنج والكلام ده كان زمان. دلوقتي لا، الموضوع بس لو برودكت كويس، كريتيف كويس، خلاص طبعا، ومشروع طبعا برضو على اليوتيوب كل حاجه. المهم بقى في الاخر خالص، بعد ما نخلص ده كله، البي ال كالكوليشن او البروفيت اند لوس، عشان احنا الموديل اللي هنبقى شغالين عليه اللي هو كاش اون ديليفري. فالنسبة الأول بنعمل كونفirmation للليدز اللي بتيجي، وبعد ما بناخد الكونفيرم ليدز بنوديها لشركة الشحن اللي هي في الحالة بتاعتنا اللي هي سلاسة. وبالتالي طالما هي كاش اون ديليفري، فالدليفري ريت ما بيبقاش طبعا 100%. الدليفري ريت بيتراوح لما يكون كويس. انا بالنسبه لي في المية كان كويس جدا. بعد فانت لازم يبقى فيه كوليشنز كويسه جدا تعملها، بريدكشنز، علشان تعرف تقول المنتج ده هيشتغل معاك كويس. طبعا في كالكوليتر انا بستخدمه معمول على جوجل شيت، اللي عايزه يبعت لي وانا هبعته له في برضه موجود اونلاين، بس انا عامل واحد يعني خاص بيا. بقدر اعمل من عليه البريدكشن، وبعد ما بخلص الكامبين عشان اعرف اذا كان ده شغال كويس برودكت يعني معايا، بدخل الارقام من عليه بس فاحنا بقى اتكلمنا دلوقتي عن كل النقط دي. المهتم بقى طبعا بقى يبعت لي